حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو متنسوش حط اللايك وشير وكمان فعل الجرس واشتركوا مع احلى وصفات مع دودو وسلام من يوم مشترك. ما تنسوش تحطوا اللايك بصباعك اللزوز او صباعك اللزوز. وما تنسوش قبل ما تخشوا الفيديو تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ودانا بتحب تقول المقدمة. النهارده هنعمل مع بعض بقى البقسماط البيتي بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه هنا دول نص كيلو دقيق نخلتهم وحطيت عليهم كده معلقه كبيره من الخميره. مقاديره كلها سهله جدا وموجوده في البيت، هو دقيق وخميره وسكر وميه بس، وطعمه يعني زي الفرن واحلى كمان. وطبعا رضاينا كل فيديو هتقف جنبي. طبعا الحاجة طبعا اليومين دول غالية جدا والحاجة بتزيد بطريقة مهولة، فاحنا عندنا الدقيق وعندنا كل حاجة، يعني نفس ريحة كده البقسماط قمت كده عملته على طول، ما خدش الصراحة وقت خالص. حطيت هنا رشة ملح بسيطة وبعد كده هحط معلقتين من السكر الحبيبات العادي. بسم الله. وبالكون عشان نجاح. يبقى كده مقاديرنا نص كيلو دقيق، رشة ملح، معلقة كبيرة خميرة، معلقتين سكر. هقلبهم بقى تقليبه حلوه، وبعد كده هحط بقى نص كوبايه من الزيت، طبعا زيت نضيف ما يكونش اللي هو بتاع التموين ليه ريحه، لا زيت نضيف عشان ما يبقاش ريحته في البقسماط. كده بقى انا هقلب بقى المكونات كلها ببعض عشان ادخل بقى الحاجات الجافه كلها في الدقيق. ولما بحط كمان الملح لازم نقلبه حلو قوي علشان ما يبقاش طعمه، ساعات كده الملح بيبقى طعمه في الحاجه، فنقلبه حلو قوي وما نكترش الملحيه ذره بس خالص. طبعا يا جماعه كان طعمه خطير خطاره، يعني انا كل شويه اقول لماما هاتي بقسماطاي هاتي بقسماطاي هاتي بقسماطاي. بص هنا بقى ده نص كوبايه من الزيت هحطها كده واقلب على طول، ادخل بقى زيت في الدقيق. بسم الله. طبعا من عينة ماسكة معاكم طبعا مفيش اسهل من كده، يعني كل حاجة موجودة، الدقيق والزيت والسكر والخميرة والملح يعني مش هنشتري حاجة من برا، طبعا الحاجات دي بتبقى موجودة اساسا في البيت. ممكن تاكلوه مع جبنة او ممكن تشربوه بلبن عادي. خلاص كده بقى انا كنت مجهزة المية الدافية، طبعا المية الدافية ملهاش مقدار، انا على حسب لما العجينة بتلم معايا بس بحط شوية شوية من المية، مش بدلق المية مرة واحدة. فانا دي كوباية مية دافية جنبي، فاحط بقى شوية بشوية لحد كده ما الم العجينة والاقيها بقى بقت حلوة معايا كده وطرية ومتماسكة. طبعا دايما ماسكة الكوباية عاوزة ايه تحط لي، فانا قلت له حط لي كده حبة حبة علشان ما تدلوهاش مرة واحدة. بسم الله. طبعا جيت هي هتحط بس بعد كده هي هتحط. متنسوش يا جماعة تشتركوا في قناتي رودانا القوة. ابحثوا على على اليوتيوب اكتبوا رودينا القوة يطلع لكم طبعا رودينا قناتها برضو ايه ممكن اقول حاجة لسه مبتدئة، عاوزاكم تشجعوها. بصوا هي خدت معايا كوباية مية ومعلقة هقعد بقى كده اعجن فيها حلوة قوي لحد كده ما تبقى بقى معايا عجينة بقى ولا هتلزق ولا ناشفة، هيبقى كده ملمسها طري وهتشوفوها لما اعجن كده فيها 5 دقايق او 7 دقايق. انا عايزة اقول على حاجة يا جماعة، انا قناتي رودانا القوة. انا عندي فيديو كده بتاع الناس افتح اول فيديو ليا يعني في القناة بتاع المكوى، جاب تعليقات كتير كتير، يعني كل شوية يقول لماما تعالي نعمل مكوى 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 ونزلها على قناتي عشان جابت كومنتات كتير، فانا عايزة برضو في الفيديوهات اللي بنزلها كومنتات كتير كده. دلوقتي خلاص بعد العجينه ما عجنتها حلو قوي سبتها تخمر شويه في كده، بفتح الاول الفرن واسخنه وبعد كده بقفل عليه عشان احنا في الجو يعني ساقعه، فقعدت معايا كده ساعه واختمرت كده بالشكل ده السمسم ممكن تحط عليه حبه البركه، حط عليه كده شويه من الميه بسيطه عشان لما اعمل البقسماط يلزق فيها على طول. طبعا حابه بقى تاخدي العجينه وتفرديها وتقطعي كده صوابع صغيره، بس انا هاخد كده قطعه يعني قطعه صغيره وهفرد كده بايدي لحد بقى ما ارفعها. طبعا البقسماط عاوزاه مقرمش قوي ترفعيها قوي، مش عاوزاه مقرمش قوي يعني خليه تخين سنه بس مش قوي برضه عشان هو لسه برضه بيعمل في بيخمر. طبعا انا الموبايل عمل مساحه فمسحت شويه حاجات وقلت بقى اعمل لكم كده تاني. بصوا باخد كده القطعه من جوه لبره واقعد افرد فيها كده لحد ما تبقى رفيعه معايا. بصوا بالشكل ده بقعد كده افرد فيها، طبعا انا بحبه مقرمش فهقعد افرد بقى لحد ما اخليه ايه رفيع. بصوا بقى بحطه في السمسم كده بيتملي بقى سمسم يعني زي بتاع الفرن. بصوا بقى الشكل تحفة.
طبعا رودينا بتقولكوا عندها فيديو بتاع المكوى، كنت انا جايبه لها المكوى اللي هي المشط السكاني، فكنت عامله لها فيديو عندها يعني على القناه، جاب كومنتات كتير قوي. فجايب كومنتات، فهي عاوزه بقى يعني كل الفيديوهات تبقى زي ده، بس ان شاء الله كده عايزاكم تشجعوها، وهي اسمها رودينا القوه، هو وانا لازم كنت منزله قبل كده على المنتدى فيديو ليها. ولازم يعني يا جماعة لازم يكون فيديو معاكم، أي فيديو كده عادي، دعموني زي الناس اللي بتدعموا. تمام ان شاء الله. بصوا بقى كده باخد قطعه برضو من العجينه، بقعد انا افرد فيها كده، افرد فيها، بس في بقسماط ما فردتوش قوي، ما طلعش مقرمش، بس انا بحب المقرمش قوي. فانا بعد كده بقى هقعد كده ايه، بصوا هو شكله تحفه. انا بعد كده بقى هاخد بقى قطع صغيره واقعد افرد فيها لحد ما تبقى رفيعه قوي، لان انا بحب المقرمش اللي هو الرفيع. فده في ايديكم ترفعوا تخنوا، دي في ايديكم على حسب انتوا بتحبوه. بصوا بقى بفرد كده لحد ما تبقى رفيعه معايا، وبنزله كده في السمسم على طول. الطريقه دي حلوه قوي، بتخلي بقى السمسم كده مليان في البقسماط. وعقبال بقى بعمل ده واعمل الصينيه التانية، يكون اول صينيه اختمرت معايا واحطها على طول في الفرن. طبعا انا كنت مستعجله، انا عملت كده متاخر يعني، كنت رايحه عند حماتي وقلت اعمل لها بقسماط، فعملت كده بقى كام صاج معاكم، والباقي بقى ايه سبته، او ده اللي انا عملتهم. بصوا ما شاء الله تحفه. اول صاج ده اللي هحطه في الفرن على درجه حراره 180، بياخد بس لون بسيطه من تحت، ولا عليه الشوايه على طول. دي بقى القطعه دي هسيبها بره لحد ما ارجع، طبعا مش هصورها معاكم لان انا كنت مستعجله، وهو حبيت انزل لكم ده الفيديو يعني. فانا عملت معاكم دول، والباقي ده بقى هعمله كده مع نفسي لما ارجع ويبقى بتاعنا. بس دول انا هاخدهم لحماتي معايا وانا نازله. فبصوا ما شاء الله شكلهم تحفه، يعني شكل لوحده هو ني كده يعني عاوز يتاكل. بصوا السمسم بقى ما شاء الله، الطريقه دي بتخلي السمسم مليان. بصوا ازاي، ده اول واحد اختمر معايا، هتلاحظوا كمان نفش شويه. فانا مولعه برضو الفرن علشان يبقى سخن، وهدخله برضو الفرن زي ما قلتلكوا. في فرن بياخد يعني اللون بتاعه بياخد من فوق لتحت، مش محتاجه تولعي الشوايه، بس انا عندي بعمل في التوست الكهرباء، اللايك فبولع الشوايه. والشير أهم حاجة، والكومنت أهم حاجة. بص ده لسه بقى رفيع لان دي اخر واحده عملتها. طبعا كل ما يقعد كل ما يختمر، كل ما يبقى يعني مختمر حلو، كل ما يبقى هش من جوه تحفه زي بتاع الافران. لو كنت رجعت بدري كنت هكمل بقية البقسماط معاكم، بس رجعت متأخر، وبقى ده ايه سبته لتاني يوم. حطيت العجينة كده في كيسه في التلاجة وهعملها كده. اول صاج طلع معايا، بص ما شاء الله اللون من تحت. طبعا دي ما اديتهاش لون من فوق قوي، انا بحبها بقى ايه محمرة قوي من فوق، فالباقي بقى خليه محمر من فوق عشان بحبه كده مقرمش. بس ما شاء الله لسه طالع. لازم تسيبي كده 5 دقايق بس ينشف شويه عشان بيبقى لسه طالع طري. بس اللون من تحت بصوا ولا محروق ولا حاجه، من فوق برضو دهبي حلو. الباقي بقى هغمقه شويه من فوق. بص بقى ده غمقته شويه ما شاء الله تحفه. قعدنا بقى ناكل منه. طبعا الصغيرين دول كنت ايه المكان بتاع الصينيه بيبقى صغير، فمش محتاج طويل قوي، فكنت بصغر بقى واكبره كده. طبعا انا كده بدوقه وبوريكم. بصوا بقى من جوه هش ازاي وجميل. طبعا بدوق ايدينا. بصوا بقى مقرمش معايا وتحفه، يستاهل بقكم. اديني حتة حتة. طبعا الصينيه الاخيره هطلعها برضو اوريها لكم، ودي تبقى اخر صينيه معاكم. طريقته سهله جدا وبسيطه يعني، ما بياخدش وقت خالص. طبعا دي انا حمرتها شويه، انا بحبه طبعا، انا بحب اللون ده ما شاء الله بصوا تحفه واو ومقرمش وجميل. طبعا احنا قعدنا برضو ندوق منه يعني، ما سيبناهوش في حاله لحد ما اعمل الباقي بتاعنا. ناكله بقى بجبنه، نشرب لبن، بيبقى تحفه. هوريكم برضو ده من جوه هش ازاي وبدور ايدينا. ويبقى كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يعجبكم. الفيديو متنسوش تحطوا لايك والشير والكومنت واشتركوا معاها الوصفات المعدودة والسلام عليكم مشترك برضو. بصوا بقى انا هنا بوريكم قد ايه من جوه. بصوا انا بحب بقى اللون ده، بحب اللون اللي هو عامل من فوق كده، مش بحب اللون ما بيد شويه. بص لو تلاحظوا فينا اول صاج كنت مطلعاه يعني مش عامل قوي من فوق، فالباقي بقى طلعته كده علشان يبقى مقرمش وحلو. طبعا السمسم اللي بيقع ده برضه بيبقى البقسماط مليان سمسم.